يقول له شاي. عروس عرسوها الحفله انتهت الجرتق، حجزوا لهم شقه في بحري. العريس وصل تلفونه ضرب، اصحابه جايين من مدني، اتعشيتوا قال لهم عليه الطلاق تتعشوا. قولت عليه الطلاق المرأة عيونه جنقد هنا في جبهتها. راجل بيحلب بالطلاق يوم عرسه، ده اكيد انسان ما بحس ولا بيشعر، ده انسان خاوي، انسان جواه فاضي. كلام الجامعه ذاك. وريته كان عليه دي، قال لهم تجوا تقاطعوا على المؤسسه مع المزاد دار يجيبون الشقه. قال لا انا نازل، النازل جايين يتعشوا. مشى جاب لك كيلو ضام بناطوره تبش رغيف، قال لا ظبط الحله. عروس كراسي حفلتها ما رفعوين تاري دخل المطبخ. الله. دخلت تحيش في البصل الدموع ديل 10 ما من البصل من الراجل ده. قالت تصبح الواطه بيت ابوي، وطبعا هي عروس جديده بتبكي الكحل ده بينزل لقم ما بزيدوا لها الكحل يوم العريس عشان العيون اسهرا. طبعا السودانيات سمحات، لانه قالوا في لبنان العروس بيدخلوها الكوفير ربع ساعه بتمرق عروس. نحن بنوديها 8 صباحا نستلمها 10 بالليل، ندفع 4 مليون ونص، يجيبوا لك ماركه زي حارس المرمى ماشيه كده. يقول لك انا هبشت اي حاجه بتخربيشي، شعر شادين وحواجبين جارين وش مجبص، تقول لها مبروك، تقول لك الله يبارك فيك الله يبارك. والرجال بيضحكوا الرجال سامحين. والله الراجل السوداني يجيب لي شافعين بس كريشه وجلحات الفاضحه ما في سماحه. البنت زعلت قالت تصبح الواطه بيت ابوي، خلى الضيوف بعد مرق وجا خاش القاه زعلانه، خدت لها 10 مليون. قالت لي دي شنو؟ قال لها خليها معك. قالت لي ليه يعني حق شنو؟ قال لا والله يكون واضح معك، اصحابي ده شارطوني قالوا لي مرتك كانت طبخت يوم عرسها بنديك 10 مليون وانت طبختي وهنا ادوني ال 10 مليون، انا ما دايره شيليها. قالت لي انا ما عملت الا الواجب. كتر خيركم وجزاكم الله خير. ده الشخص اللي بيقدر يحدث